السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. اليوم ان شاء الله حندير لكم لابيري بالاضلع الخروف لي كوتليت. طبق خفيف، بالخف يوجد. ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه نصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي لهنايا بطاطا، وعندي 3 فصوصه تاع ثوم. البطاطا نقيتها كما كتشوفوا وقطعتها كما هكذا. نديروها بكايه في القدره، ندير لها شويه ملح وفلفل الكحل. هذا مكان ندير لها شويه ملح وفلفل الكحل ونديروها طيب. كي طيب نكملوا مع بعض، نرحوها ونديروا لها طرف تاع زبده، نغطوها بالماء. هذه بطاطا حمراء تجي هايله في لابيري كيما هكذا. نديروها طيب ونروحوا لي كوتليت. عندنا لي كوتليت هنايا هامينا، غسلناهم وقطرناهم من الماء. بعد ما تحمرنا لي في الكوكوطه انا درت مجموعه خضره في المقله تحمر باش ما نديش الوقت بزاف. هاي بعد ما تحمرونا كنزيدهم في تاع الكوكوطه كيما هكا. راكم تشوفوا داو لنا هذيك التحميره الشاده هذه كيما هكا. دوكايا ندير لهم غير شويه من داك الليدام، ما نديروش كامل، ندير النص تاعو كيما هكذا. نزيدو كاس غير ربع تاع ماء، ديريه مع الطرف، ما تكاسيش فوق الفم كيما هكا. راكي تشوفي دوك نغلق الكوكوطه، دوكا نغلقوا الكوكوطه ونزيدوا النار هاويه، نغلقوها. كي تسمعي الكوكوطه تصفر نقصيلها كامل، نقصيلها كاع للطرف وخليها حوالي نص ساعه، ساعه غير ربع، وطفي عليها وشوفي اللحم تاعك لا طاب ولا ما طابش. الا كانت كميه قليله نص ساعه يكون طاب. الا كانت كميه كبيره بالك تقلبيه، طلعي التحتاني للفوق والفوقاني لتحت باه يطيب لك. عاودي غلقيها وان شاء الله يطيب لك كامل ويجي بنه. ان شاء الله تكملوا مع الكوكوط ونوريه لكم في طبق تقديم. عندي هنايا سلطه نديرها مع لابيري، نعاون بها مع لابيري. عندي زروديه والخيار وحبه طوماطيش وشلاضه نقيتها هنا، قطعتها وحصرتها. دوك نسكر في الزروديه وكامل ونسقمها انا وياكم في طبق التقديم، بالك تعجبكم تسيوها. هذه هي لابيري تاعنا، هي كملت طابت. درت لها حبيبه فرماج ومغرف مارغرين. دوك نضربها بالباتور وترجع لابيري هايله. الا جاتك ثقيله زيدي لها اما الحليب ولا الماء اللي غلات فيه كيما تحبي نتيا. جاتني لابيري شويه ثقيله، راني نزيد لها دوكا فيه شويه حليب. دفيت شويه حليب وراني نزيد لها فيه ونكمل ندير بالباتور حتى ترجع القوام اللي تحبيه نتيا. هذه هي لابيري كملتها، هذا هو القوام تاعها. دونك كل واحد كيفاه يحبها، كاين اللي يحبها جاريه اكثر من هكذا وكاين اللي يحبها كيما هكا. نكملوا مع لي كوتليت تاعنا نوريكم كل حاجه في طبق التقديم. هذه السلطه تاعنا، راني قطعت لهنايا الخيار والطوماطيش وزروديه سكرفشتها. سكرفشنا هنا زروديه رقيقه، والسلطه هاني حصرتها لهنايا. ندير شويه ملح على السلطه، غير شويه ملح على السلطه، وندير شويه على الخيار. هذا مكان الزروديه نحطها انايا هنا، ندير الكميه اللي نحبها بشويه هكا، نحطوا الكميه اللي نحتاجوها هذاك النهار كيما هكذا. وندير لها كميه تاع ذره، وندير لها كميه تاع مايونيز.
كيما هكذا ونخلطها. هذه الزروديه بالذره والمايونيز تجي بنينه بنينه وهايله كي تاكليها مر حاجه ميدمه كيما اللحم هكذايا. درناه في الكوكوط تيجي شويه فيه ليدام وكامل كي تكمليه وتاكلي وراه السلطه هذه زروديه بالذات وتجي فيها واحد شويه القروصيه تاع المايونيز تجي هايله. تنحي لك كاع هذاك القهمه هذيك تجي روعه تجي. سيوها ورجعنا للخضر. ها هنا وديري المايونيز على حساب واش تحبي نتيا القدر اللي تحبيه. هكذايا تجي هايله هايله هايله. ان شاء الله تسيوها وترجعوا لي بالخضر كيما هكذايا. نجيبو دوك طبق التقديم ونبداو نسقمو فيه السلطه تاعنا. هذه هي السلطه تاعنا. درت زروديه في الوسط بالذره اللي وريتها لكم وسلطه خضراء بالخيار والطوماطيش ونديروا لها المايونيز. اللي يحب يدير مايونيز ما حبش يدير مايونيز ما يديرش مايونيز. خليها كيما راهي. فوالا كيما هكذا. هذا هو اللحم تاعنا راهو طاب. دوك نوريه لكم كيفاش طاب يذوب يذوب. ما عندك ما ترفدي فيه. شوفوا نحط لكم. شوفوا هذا الطرف كيفاه داير. شديت معنا. شوف جا ذايب ذايب. شوفي ينتكل بالشوارب ذايب ذايب. ما عندك ما تشوفي فيه. انا والعائله تاعي نحبوه كيما هكا تنحيه من العظم يتنحى وحده. شوفي هذا هو اللحم اللي نهضروا عليه. تشوفي ما تخلي والو في العظم. ان شاء الله تكون عجبتكم. دوك نوريك لكم في طبق التقديم مع لابيري وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وان شاء الله تسيوها. والبنه تاعو تجي هايله. ما كثرناش لي زيبيس غير الملح والفلفل الكحل يعني بنت اللحم هذا ما كان. شوفوا لي دام اللي خرجوا اللحم خاصه اللي كان فيه مشحم يخرج لك لي دام بزاف. انا هذا اللي دام اللي خرجوا ما نحتاجوش كامل. دوك هذايا نقص القدر اللي حنسقي به لابيري نزيد له مغرف لابيري والاخر نحوه باش ما نديرو به طياب خضر اخر. هذه هي الكميه تاع المرقه اللي نحيتها اللي حنسقي بها لابيري. نزيد لها مغرف لابيري كيما هكذايا باه تجي شويه ثقيله ما تبقاش غير الزيت برك. ونحلوها كامل لهنايا وترجع المرقه نسقوا بها لابيري. واللي تحبها هكاك ليدان براسها ديرها كيما هكذا بصح هكا تحسيها كلي بدات تثقل شويه وما بداش هذاك ليدان وحده كلي تعطينا مرقه مليحه. هذا هو الطبق تاعنا. هذه هي المرقه ما كثرناش بزاف. درت لها شتي كما وريت لكم شويه بطاطا خلطتها تبان شويه ثقيله. هذه هي. هذوما الاطباق تاعنا في اخر تقديم. هذا هو لابيري باللحم والسلطه اللي درناها. ان شاء الله يعجبكم الاطباق تاعنا وان شاء الله تسيوهم وترجعوا لنا في التعليقات. ان شاء الله يكون يعجبكم الاطباق تاع اليوم. ما تنساوش ديرنا لايك واشتراك وشاركوا القناه تاعنا مع العائله والاصدقاء. ان شاء الله بتكبر عائلتنا. والسلام عليكم.